متابعينا الكرام، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الفيديو بتاعنا النهارده فيديو كله تراب ووجع قلب، ولو انت عندك جيوب انفيه جهز الكمامه بتاعتك وتعالى مع بعض هنشوف هنعمل ايه. يعني حط لي لايك وتكتب لي كومنت حلو وتصلي على النبي في الكومنتات وتدعي لاخواتنا ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم ويرحم شهدائهم، اللهم امين. كفايه بقى تدويخ كده ونقعد نلف حوالين بعض. جهز نفسك معايا كوبايه الشاي الجميله بتاعتك وهتتفرج معانا النهارده على مرمطه حصلت في السلاكه اللي ورانا. لازم كل اسبوع من يوم في الاسبوع نعمل الحركه بتاعت السلاكه، لازم ننظف، لازم نهتم بكل حاجه علشان خاطر نبعد عن الامراض ونبعد عن اي حاجه تاذي الحمام بتاعنا. طبعا المتسولين قاعدين بياكلوا دلوقتي. نخش بقى السلاكه بتاعتنا ونبدا مع بعض الفيديو، يلا. طبعا نخش السلاكه بقى وهنلاقي المنظر اللي قدامنا ده. طبعا السلاكة بتاعتنا كل اسبوع في نفس الميعاد لازم تتنضف، ولازم البيبان كلها تحط فيها ايدك وتطلع معاك بالمنظر ده. احنا نضفنا، حطينا التحديد بتاعتنا وظبطنا كل حاجة، ناقص بس فرش الطاجن. احنا فرش الطاجن عندنا خلصان والله يا شباب، فهنحاول نتصرف، يا اما نجيب فرش طاجن من بره، يا اما هنعمله اللي هو الرملة وبودرة البلاط وبودرة السيراميك والصلف اللي هو المتكسر او مطحون، ونحاول نظبط لنا فرش للطواجن عند الحمام بتاعنا، عشان خاطر فرش الطاجن ده مهم يعني، ولازم يكون ناعم، دي اهم حاجه. طبعا الارضيه كلها اهي، البيبان كلها، اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد، كله يا باشا نضف زي ما انت شايف كده اهو، اللهم لك الحمد، كله نضف وايه زي ما انت شايف كده. بس فنحاول على قدر الامكان نلتزم بموضوع النظافه دوت مره في الاسبوع، ساعه زمن الصبح كده زي ما انت شايف. احنا لسه ساعه صبحيه اهو، لسه ساعة صبحية، حتى الفراخ مسايبينها. قلنا ينطلقوا كده شوية وكلوا، كل الدنيا تمام، فالحمد لله على موضوع النظافة. هنلم بقى كل الكلام دوت وهنرجع لكم تاني على طول. الحمد لله كنسنا وظبطنا السلاكة. والله انا مكسوف الف الكاميرا واوريكم المنظر، يعني اسبوع، يعني دي كمية اسبوع مش عارف ازاي يعني، بس يلا المهم اللي احنا نضفناها، يعني المهم اللي احنا شلناها كده ونضفنا العيون عندنا كلها، وانتوا مش غربة علينا. حط لنا لايك وتعالى يا باشا اتفرج، نلف كده ونصلي على النبي. بص ده اسبوع، يعني ده كده اسبوع، دول هيعملوا مثلا 3 شنط ولا حاجة. انا الصراحة مش عارف ازاي يعني كل ده اسبوع. ده انا لو بصدر زبل دوت هبقى اغنى واحد في العالم. فكده كده الزبل دوت هيتحط في شنط وهيترمي في الزبالة، ونصيب بقى ايه اللي بيطبش في الزبالة واللي في الزرع واللي في الكلام دوت، ممكن ايه ربنا يكرمه ب3 شنط محترمين يخلوا احلى سماد. فان شاء الله هنلم كل الكلام ده في الشنط ونبدا اللي احنا بقى ايه نكلف بقى الحمد، عشان الحمد عايز يتكلف. كل الكلام ده كده محتاج يتكلف دلوقتي، عشان خاطر هما بصوا واقفين لي ازاي، بصوا النوتي فوق بص لي ازاي، اللي هو ايه ما ترحمنا يا عم عايزين ناكل كفاياك. اللهم صل على النبي، ربنا رب كده يبارك لنا ويطرح لنا البركه، قولوا امين يا شباب. فان شاء الله هنلم الاشواق الزبل دول، وبعد كده هنكلف بقى الحمامتين بتوعنا، وبعد كده هنشوف الميه تتغسل وتتظبط، عشان خاطر نكون كده احنا خلصنا يومنا عند الحمام. ولو هنطلع اخر النهار بنتابع حاجات بسيطه وخلاص كده. ابقوا معانا وما تروحوش بقى. عندنا احنا الحمد لله جمعنا شنط الزباله اهمت، طلعوا معانا شنطتين مظبوطين الحمد لله، مش اكتر من كده. يبقى نخش السلاكه. بص المنظر، منظر يفتح النفس والله العظيم، المنظر ده كده يفتح نفس الواحد. وكمان الريحة يعني دوت تركيبة كده ديتول على معطر، بيديك ريحة ليمون تحفة. ليمون بص تخلي المكان عندك كده كله اللي انت عايز تفرش وتنام. والله يعني التركيبات ديت الواحد بيبقى محظوظ اللي هو بيلاقي اماكن بتبيعها، زي العتبة مثلا عندنا في ارض الجمعية في امبابة في واحد برضو بيبيع. فالحاجات دي الصراحة تحفة تحفة تحفة، وتخلي ريحة المكان جميلة، عطر. تخش كده المكان بتاعك. انا عامة كل يوم بكنس اروح راشش شوية، ولو عندي بخور بولعه، وكده المكان بتاعي خلاص المكان ما تشمش ريحة زبل، ما تشمش ريحة افرازات، ما تشمش اي ريحة وحشة جاية من الحمام. وطبعا مع اهتمامك للطائر مفيش اي ريحة بتطلع منه. هنأكل الحمام بقى اللي هم خلاص هبقوا واقفين لي على البيبان كلهم، وهنرجع له. الصمت داخل السلاكة بسبب واحد بس، الحمام بياكل. زي ما انتوا شايفين كده كله قاعد دلوقتي بياكل، محدش فاضيلي. اللي كانوا بيتخانقوا عشان خاطر اكلهم دلوقتي كله اهو، اللهم لك الحمد، كله واقف بياكل، كله بياكل وجبة الفطار بتاعته. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. اهمت
كله خلاص، كله بس اللي بيحدق، في ناس بتحدق اهي. هنا كذلك، هنا لو فتحنا هنلاقي بصوا ياكلوا. وهنا السكروتات برضو مش عايزين نرخم، والبلق بنفسجيات ما شاء الله لا قوة الا بالله. طبعا الحمام كله وجبة الفطار الأساسية بتاعته ديت مهمة جدا، مش شرط السلاكة. هنا أنا معايا معايا السلاكة دي برضو. احنا السلاكة دي لو رحنا كده بصينا هنلاقيهم قاعدين برضو بيفطروا اهمت ما شاء الله. ربنا رب كده يبارك. طبعا كلفة الحمام هنا لازم تكون بزيادة، عشان خاطر في حمام معاه زغاليله يطلع ياكل زغاليله ويرجع يكمل اكله تاني، مش زي الحمام المحبوس. طبعا الفراخ فطرت خلاص، وناقص بس اللي هم ايه هدخلهم مسقة المية ويخشوا يقعدوا ببيبانهم. وكذلك التمن بيبان اللي في السطح بتوعنا برضو دول قاعدين برضو، كله قاعد بيفطر، محدش واقف بيتفرج على الكلفة، كله قاعد بيفطر. مهم برضو اللي انت وجبة الفطار بتاعتك تبقى مرة واحدة في اليوم. الحامل اللي معاه زغاليل مرة واحدة في اليوم بس، هنزود يعني هنزود كمية الكلفة، عشان خاطر الحمام الصبح مجرد ما تحط له الكلفة يجري يقف وياكل، مش يقعد اللي هو ايه ياخد حبايتين ويقعد ينكش ويوقع نص الكلفة بره. لا احنا مش عايزين نعمل كده، احنا عايزين الحمام بتاعنا مجرد ما نحط له الكلفة هيجري ياكل، هيخلص الطاجن، عشان هو عارف اللي بعد وقت معين الكلفة دي تتشال من قدامه. ده نظام انا عامله مع الحمام بتاعي من ساعه ما بدات التربيه، حتى لو عندي زغاليل. يعني انا بص ما شاء الله عندي زغيله اهيت اهو، في زغاليل اهي. الحمام خلص صح كده، الحمام خلص، هنعمل ايه؟ نستنى مثلا القص ده الاقيه خلص كلفته ووقف ودخل جوه، هروح واخد الكلفه من عنده حاططها عند القص ده. القص ده برده راح خلص كلفته، هروح نفس الكلام نازل هنا اهو واخد الكلفه، اعمل كده مثلا واحط لهم هياكلوا. بعمل كده مع اي قص عنده زغاليل ويخلص اكله. لازم اللي انت مش شرط عشان تتاكل مره واحده القص يضعف، انا عايز اهم حاجه عند القص ما يفقدش اي عنصر في جسمه. القص موضوع اللي انا اكله مره واحده في اليوم ديت، انا بديله كلفه قويه، كلفه كويسه. وبالمناسبه انا كلفه الصيف عندي زي كلفه الشتاء، مهمه جدا الكلفه تبقى خشنه صيف شتاء. هتقول لي يا مهند الحر ومش الحر، لا ما عنديش حاجه اسمها كده. انا عندي حاجه اسمها الحمام لازم ياخد وجبه البروتين بتاعته كامله، ووجبه الغذاء بتاعته كامله. ما يهمنيش بقى حر ومش حر، الحمام هيصرف وسيبها على الله، وربنا يا رب كده مش هيضلك ابدا. نطلع بقى عشان ما نطولش، الشمس عماله تغيم، نستغل الكلام ده كله ونغسل المسق بتاعتنا، وبعد كده هنشوف ايه المرحله القادمه بامر الله. حط لنا لايك. احنا كده الحمد لله غسلنا المسق بتاعتنا خلاص، الساعه بقت 11. عايزين بقى ندخل الاساتذه دول نلمهم كده. يلا يلا خش، هما عارفين ما دام انا قلت لهم يلا كده هم هيخشوا بقى خلاص. يلا يلا كله على مكانه، يلا انزل يلا من فوق بس يلا. لا جري جري واستعباط، ما مش حابب. يلا يابا يلا خش جوه، خش يلا خش. هو ما دام اديك دخل خلاص كده، انا بالنسبه لي هم كده ايه في تربيه ايجابيه، وهم عارفين انا بقول ايه وعايزين مني ايه. يلا حط المسق بتاعتهم، ادي واحده ودي التانيه بس كده. هنبص مش هنلاقي اي بيض، مش هنلاقي اي حاجه، عشان احنا في فتره الفراخ دي عامه مريحه، او لو بيضت بيضه واحده كل فين وفين فضل ونعمه. هو نقعد بقى نقفل عشان خاطر الديك ده مش هيسكت. نقفل بقى كده البيت بتاعنا بس كده. ان شاء الله بقى هنكمل لكم الفيديو دوت اخر النهار، هنشوف بقى ايه بقيه اليوم بتاعنا هيبقى ماشي ازاي. انا حبيت الصبح كده اوريكم احنا عملنا ايه عند الحمام بتاعنا، وظبطنا ايه في الدنيا عندنا في السلاكه ونضفنا وكده. ان شاء الله هنرجع لكم اخر النهار، خليكم واتفرجوا على الفيديو بتاعنا واعرفوا يومي ماشي ازاي. بعد ما السلاكه خلصناها ونضفناها وخليناها على سنجة 10، احنا دلوقتي بعد صلاة المغرب. تعالى بقى دلوقتي معانا هنبص على كام حاجة في الفيديو اللي فات الناس علقت لنا عليهم. اول حاجة معانا قص السكروتات. في حد قال لي انقل الذكر من الباب دوت علشان خاطر يتعود او يبقى هادي. انا عايز اقول لك هو بس الذكر علشان تقريبا بنسبة 80-90% الذكر كان سايب في غية، كان سايب في غية. نعم انا لما اشتريته كان معاه نتاية، بس الذكر ده من تصرفاته كان سايب في غية، فاحنا الذكر سيبناه مع النتاية. طبعا الباب جديد عليهم،
الحمد لله الزبله كويسه، متابعين الزبله متابعين كل حاجه، التحديق بتاعتنا، طاجن الفرش فيه، ميه بتاعتنا ممتازه، كل حاجه تمام. فاحنا لو قعدنا كل شويه ننقل الحمام من باب لباب، الحمام اصلا مش هينتج معانا وهيقعد وقت عقبال ما يتاقلم وشغلانه. فاحنا خدنا القرار حطيناه في الباب ده، يبقى الباب ده ان شاء الله بتاعهم لغايه ما ربنا يكرم منهم باحلى زغاليل. حاجه تاني، القص الهزازات، كذا حد قال لي يا مهند طلع القص ده بره وقال بدلهم القص القطقطه. طب انا عايز اقول لكم على حاجه، انا بقى برص الحمام على حسب ايه الاولويه. يعني ايه يا مهند؟ يعني انا دلوقتي عندي هنا القص الهزازات، هشيله هجيب بداله قص تاني تمام يستحمل مرمطه الباب الارضي، يستحمل وما يكونش بيتبهدل، يكون مناعته عاليه. انا لو جبت القص القطقطه انا هظلمه معايا هنا. فالقص القطقطه مكانه بره مكان مناسب، مكان ممتاز ليه. لكن اللي انا اجيب حاجه تاني بدل القص ده، يبقى هجيب حاجه واحده بس، يبقى هما القص الكركنديات اللي هما دول. يعني نطلع كده مع بعض، هجيب القص الكركنديات دوت يا شباب علشان برضو الناس تبقى عارفه احنا بنتكلم على ايه. هجيب القص الكركنديات ده تمام، هو دوت القص اللي هيجي معانا. انا ممكن اروح مدخل القص اللهم صل على النبي، القص الحلبيات الانجليزه الكول، بس انا لا، انا هدخل القص الكركنديات. القص الانجليزه الكول كانوا بيفكوا حصى الصبح، مش عارف الزغلول شكله مات. انا حاسس اهو، بص الزغلول مات. يلا الحمد لله. بصوا هو سبحان الله بيبقى باين، يعني بيبقى باين مرحله الحصى الحمام قاعد عليه عامل ازاي، المهم بيبقى باين يعني. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل، يعني كل حاجه اللي بيجوا ربنا خير. القص مجرد ما بيحصل حصويتين، درجه الحضان ودرجه اللي القص يهتم بالحصى بتبان معانا القص ده هيكمل معانا ولا لا. بس انا كنت حاسس من الاول خالص الحصويتين دول مش هيكملوا فعلا، زي ما انا ما قلت. في واحده اتكسرت اول ما القص حصاها، وفي واحده تاني اهي طلعت معانا والزغلول مات. يلا الحمد لله قدر الله ما يشاء فعل. نحطهم بقى تاني كده ونبص بقى مع بعض عشان ننهي مع بعض الفيديو وما نطولش على الناس اكتر من كده. القص العنبره الشقافه بداوا الحمد لله يبانوا، اللهم بارك، بداوا يبانوا معانا، بداوا ينوروا زي ما بيقولوا. الحمام بدا يفتح عينه الحمد لله، القص ظابط معاه اللبه. واحنا برضو على فكره متابعين باللبه اللي هو جيو بيرد 7 شغالين معاهم، والحمد لله يعني في نتيجه باينه زي ما انتم شايفين اهو. الحمد لله القص الزغلولين محترمين، حجمهم محترم، وربنا رب كده يكملها معانا على خير ان شاء الله. نبص نشوف انتاج كويس منهم. وبرضو الحمام في السطح هنا يعني واخد راحته، واخد تهويه ممتازه، ودي كانت تجربه يعني الحمد لله ناجحه مع الواحد. القص بقى القطاطه النتايه بتقلش اصلا يا شباب. بصوا النتايه بتقلش زي ما انتم شايفين، النتايه بتقلش اهي. النتايه تحس ان هي عجوزه، بس والله العظيم النتايه دي مش عجوزه ولا اي حاجه. عينيها الشمال مالك، تعالي وريني. بصوا هي عينيها الشمال فيها حاجه، عينيها الشمال يا جماعه دمعه عين، دمعه عين. هنقفل الفيديو دلوقتي وهنغسلها لها عينيها وهنحط لها قطره ونروق عليها على الاخر. يلا الحمد لله عادي مفيش مشكله. طول ما انت غاوي حمام لازم تبقى ايدك في الحمام، حاجه زي دي تتابعها عالجها في ثواني. واحنا الحمد لله العلاج موجود معانا والله كريم. نيجي بقى نرمي دول العينين دول، عايزين نظبط بقى الدنيا. كل ما اقول نجيب لها نتايه، اخويا يوسف الراعي عنده نتايه للذكر اللي احنا حاطينه جوه في السلاكه، ان شاء الله هنجيبه منه، هنجيب نتايه وان شاء الله نعمل لنا قص تحضين، او مثلا قص ناخد منه زغاليل ذبيح في السطح، نزود ان شاء الله الانتاج مع بعضنا، وربنا يا رب كده يكرمنا. عايزين بقى مع بعض ننهي الفيديو. يا رب يكونوا استفدتوا معانا، يا رب يكون عجبتكم اليوم بتاعنا والبهدله اللي حصلت. السلاكه كنست كنسه محترمه. كان معكم مهند محمود، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.